أسهل فطاير وممكن تعمليها في حياتك، طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة. أنا شيرين حمدي ودي قناتي، والذكر بتاع النهاردة هيكون لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. بصوا بقى طرية قد إيه وهشة جدا، بتدوب ذوبان، طعمها ومذاقها في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. في البداية خالص ممكن انك تعجنيها على ايديكي، ولو انت عندك عجان تمام ابدأي اعملي فيه. معلقتين كبار من السكر عندي حبيبات، وزيهم معلقتين كبار من الخميرة الفورية. يعني تجيبي المعلقة كده اهو تمليها من الخميرة الفورية. هنزل عليهم بشكل كده اهو مبدئي كوبايتين ونص من المية. طبعا احنا في الصيف فاحنا هنستخدم كوبايتين ونص عاديين جدا، بيكونوا دافين حاجة بسيطة جدا على النار. اوعي تسخنيهم، عشان لو انت سخنتي المية بزيادة أو خليتيها تغلي هتبوظ لك مفعول الخميرة. قلبي المية مع السكر مع الخميرة الفورية، يبقى كل حاجة معلقة كبيرة. استنيك كده لما اتأكدت من سلامة الخميرة، بدأت تعمل فقاعات كده على الوش بالشكل ده. الدقيق اللي استخدمته النهارده هو دقيق الضحى. انا هعمل فطاير دي، عملت 12 فطيره بكيلو واحد بس من الدقيق. هنزل كده اهو بحوالي كيلو الا ربع كده، وهسيب كده تقريبا حوالي كوبايه او كوبايه ونص في الكيس. ولسه هبدا اشغل عجان كده اهو شويه، وبعد شويه هبدا انزل الدقيق شويه بشويه. نزلت على طول بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، وهنزل كمان هكمل بقى كده اهو شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين. انا حاطة هنا اهو جنبي كوباية كاملة من المية على كوبايتين ونص اللي احنا حطيناهم على العجينة، وهبدأ ان انا انزل بشوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين. كل شوية هنزل شوية دقيق كده صغيرين، ما تزوديش الدقيق. دايما لما تستخدمي اي معجنات خلي دايما شوية دقيق على جنب. ممكن العجينة تطلع منك طرية زيادة عن اللزوم، ممكن انها تطلع يعني يابسة وجامدة زيادة عن اللزوم، فبنزود لها المية. هنا بقى زودت لها تلتين كوباية من الزيت، زيت ذرة او زيت عباد، اهم حاجة يكون زيت ريحته حلوة، زيت طبخ مش زيت قلي. هبدأ بقى ان انا اعجن كده. لو انت بتعجني بايديكي اعجني لمدة من 10 دقايق ل 15 دقيقة. بصوا ده كده اهو بعد تقريبا 7 دقايق من العجن. طبعا لو انتوا لاحظتوا الزيت لسه ما دابش تماما، تلتين كوباية، تلت وتلت، يعني تقريبا نص كوباية ومعلقة كبيرة من الزيت. ما تزوديش الزيت بزيادة. بصوا العجينة بتلزق بس مش بنسبة 100%. هبدأ بقى ان انا ادوب السوائل. لسه على فكرة كلها ما اتمزجتش، الزيت لسه ما اتمزجش كويس في العجينة بتاعتي. زي ما قلت لك ابدأي بقى لتي وعجني، لو انت ما عندكيش عجان بايديك الحلوة كده اهو، لمدة من 10 دقايق ل 15 دقيقة. احلى فطاير ممكن تعمليها. عايزه اقول لك حاجه، ان لو انت قعدتي انك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لو انت عايزه العجينه طريه خالص العجينه بتكون بتلزق. لو انت عايزه العجينه مش طريه بزياده وتكون كده ماسكه نفسها، بتكون العجين مش شايفين بتلزق في ايديا ازاي. بصوا العجين فيه بقايا كده في ايديا. طبعا لازم تحطي على ايديكي، تدهني ايديكي شويه زيت علشان، وتدهني كمان الطبق اللي انت هتخمريه فيها شويه زيت عشان ما تلتصقش فيه. غطيتها بستريتش رول بقى كده اهو بالشكل ده، هجيب الطبق الحلو ده على البوتاجاز جنبي وانا بعمل الصلصه بتاعه الفطاير الحلوه دي. طعمها ومذاقها رهيب جدا. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان لا اله الا الله. ساكته ليه؟ قولي لا اله الا الله. بصلايه بقى كده مقطعاها على ايديا، وهبدا ان انا اشوحها كده نص تشويحه. وانا بشوحها كده وصلت نص التشويحه كده وهتبدا تدبل، هنزل على طول بحوالي 4 فصوص من الثوم المهروس. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت العجينه معلقتين صغيرين من الزعتر، يعني تقريبا معلقه كبيره من الزعتر. هبدأ أشوح البصل بتاعي والثوم بالشكل الحلو ده لحد ما البصل بتاعي يبقى لونه شفاف. الطماطم بتاعتي لونها مجهر، فهعمل الخطوة دي لونها كده هو مش واضح، فحطيت معلقتين صغيرين أو معلقة كبيرة من البابريكا. حمرتها مع الزيت، بتحمريها بقى كويس، هتبدأ تنزلك بقى وتطلع ريحة جميلة جدا. وهتدي للطماطم أو لصلصة الطماطم طعم وريحة حلوة جدا. صلصة طماطم او طماطم العصير اللي انا استخدمتها، تقريبا استخدمت حوالي 8 9 طماطميات مش اكتر من كده. عملتهم في الخلاط. هحط معلقة سكر صغيرة عشان حموضة الطماطم، وحطيت ملح وفلفل اسود، معلقتين صغيرين من التوم البودر والزعتر وبس كده، وشوية كزبرة صغيرين. يبقى بابريكا، ملح وفلفل اسود وكزبرة، وطبعا معلقه السكر. واخر حاجه ما تنسيش معلقتين حلوين كده هو ولا معلقه من الزعتر. بصوا بدات تتسبك اهي، والقوام بتاعها بدا يتقل. طبعا بعد ما تغلي غلوتين وطي خالص. اهم حاجه ما تنسيش معلقه السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. بصوا بقى انا حاطه الطبق الازاز كده اهو جنب البوتاجاز على اساس ان هو ايه يختمر وحجم العجينه تتضاعف. تقريبا بعد نص ساعه عشان الجو عندي حر جدا. اديها بوكس كده اهو في النص، وبعد كده ده شيلي بقى
كل الخمر اللي فيها او الرفعه اللي فيها بالشكل ده. بصوا بقى شكلها جميل قد ايه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم من اللايك هو ذكر الله لا اله الا الله. شويه دقيق بقى حطيهم على الرخامه بتاعتك كده اهو، وابدأي بصوا العجينه ملساء جدا، ما زالت لسه فيها سنه تلزقه، وهو ده اللي مطلوب. الميه اللي انا استخدمتها في العجينه تقريبا 3 كوبايات الا ربع، ما زودتش عن كده. والدقيق كان كيلو. شويه الدقيق اللي انا رشيتهم في الصينيه ده علشان ابدا ان انا اقسم العجينه بتاعتي لنصين الاول. هبدا ان انا اقسم العجينه كده اهو. الدقيق ده كان خارج الكيلو، يبقى انا استخدمت كيلو تماما من الفطاير، عملت لي 6 فطاير حجم كبير، كان طعمهم حلو جدا. هقسم الفطيرتين الحلوين دول او هقسم العجينه الحلوه دي لقطعتين، كل قطعه هقسمها لنص ل6 قطع. بصوا بجيب بقى السكينه واحط عليها شويه دقيق عشان ما تلتصقش. بصوا العجينه كل ما كانت بتلزق زي ما قلت لك، افتكري المعلومه دي في كل معجناتك، كل ما العجينه كانت اطرى. حتى العيش البلدي اللي بيخبزوه في الافران، في الافران بتاع البيوت ده، بيكون العجينه طريه جدا، هو ده اللي مطلوب. صينيه بقى عندي مدهونه شويه دقيق، وهبدا ان انا اكورها بالشكل ده وانعمها واخليها ملساء. طبعا انت مسافه ما بتكوريها كده في بطن ايديكي بتبدا انها تتكور بسهوله، وبسهوله جدا وبسرعه جدا. يبقى كل نص كيلو تقريبا من الدقيق عملت منه 6 فطاير. ممكن تقسمي المقدار على 2. طبعا كل مقادير الوصفة بتاعتي واغلب مقادير وصفاتي بتلاقوهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هبدأ بقى اكورها بالشكل الجميل ده. طبعا لازم تغطيها كده اهو بالستريتش او باي كيس نايلون عندك، وركنتهم كده على جنب. انا هفرد على طول، يعني انا مش مستنيه، بس انا يعني مجرد هصبر بس 10 دقايق عليها، وبعد كده على طول هحطها بقى في، ممكن تحطيها على ورق زبده. طبعا ورق الزبده لازم يدهن بشويه زيت حلوين. وهبدأ بقى على طول افرد بقى العجينه. بتفرديها ازاي؟ من جوه لبره، بتعمليها كده اهو من جوه كده اهو، وتطلعي بيها لبره. عايزه تعملي ليها طوف من حواليها او دايره كده وداير ما يدور من حواليها، مفيش مشكله، بتضغطي على صوابعك حوالين الدايره دي، بتطلع بالشكل ده. عشان تاخد بقى لون ذهبي كده اهو العجينه كده، ومذاق كده في سن الدسامه وفي سن الطعامه، بتدهنيها بمعلقتين كده اهو من الزبده. كل فطيره كده اهو بايه، يعني بالفرشه كده على طول. حطيت بقى الصلصه الرهيبه دي اللي بالزعتر وبالثوم البودر وملح وفلفل وكزبره، كانت خرافيه. حطي بقى شويه كتير كده، الناس اللي بيحبوا الصلصه. كان عندي شويه فلفل اخضر وشويه زيتون كده اهو. هبدا ان انا على طول ارص الزيتون والفلفل الاخضر بالشكل ده. حابه تحطي بصل، حابه تحطي اي حاجه ما يحلو لك حطي على طول. شويه جبنه موتزاريلا. الكميه دي كلها خدت نص كيلو بس من الجبنه الموتزاريلا. كميه حلوه جدا. الفرن طبعا بتاعي سخن، ولازم يبقى سخن كويس، يعني علشان احنا مش عايزينها تقعد فتره طويله في الفرن، عشان كل ما قعدت فتره طويله ممكن انها تنشف معايا. هنا بقى انا ما حطيتش هنا ورقه زبده، صاج عادي او اي صينيه المونيا. نسيت اقول لكم ان انتم ممكن تعملوها كده اهو بالشوكه علشان ما تنفخش بزياده وما ترتفعش بزياده. السمك هنا تقريبا نص سنتي، وهو ده اللي مطلوب. دهنتها بقى الزبده زي ما انتم شفتوا، شويه صلصه كده من اللي قلبك يحبها، وبس كده. شويه زيتون على شويه فلفل، حابه تحطي شرايح طماطم شرايح بصل، ما يحلو لك حطيه على طول. كده تمام جدا. بصوا جبت بقى الفرشه هنا اهو، وداير ما يدور كده اهو عليها علشان الاطراف بتاعتها ما يبقاش لونها ابيض. طبعا لما بعمل البيتزا بدخل البيتزا كده تتشمع كده اهو، الارضيه بتاعت البيتزا او قاعده البيتزا تتشمع معايا، وبعد كده بولع الشوايه عشان الجبنه تسيح. لا هنا انا حطيت بقى الجبنه على طول تسيح مع نفسها. ولعت من تحت لمده تقريبا، يعني تقريبا من 25 ل 35 دقيقه. انت بعد 20 دقيقه تبصي لها كده اهو، اول ما القاعده بتحمر معاكي وتاخد اللون اللي انت شفتيه ده، دخلي شوكه كده اهو من النص، او لو طلعت الشوكه نظيفه يبقى هي كده تمام. ما بتكملش حاجه، يعني من 20 ل 25 بالكتير قوي، لو فرن قوطي خالص 30 دقيقه. بصوا الجمال، طريه وهشه جدا. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم.